السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب من كل مكان. موضوع حلقة النهاردة كاسة عربية. هركب له دايرة المديول دي. في كاسيتات زي دي النهاردة من الحاجات اللي هي النظيفة الأوريجينال. فطبعا في ناس بتبقى مش بتستخسر تركينه يعني. فطبعا هو مفهوش الإمكانيات ولا الخاصية اللي هي بتاعت الفلاشة والبلوتوث. فطبعا بدل ما بيركنه بيقولك ان انا يعني استغله واركب له الدايره ديت. نستفاد من الجهاز لان من الاجهزه المحترمه. الجهاز ده طبعا اللي هو القديم بتاع اللي كان بيشتغل بالشرايط بتاع زمان. منصور شيفروليه كاسيت من الحاجات اللي هي الاوريجينال اللي بتبقى تنزل في العربيه في الجديد. ان شاء الله هنفتح الكاسيت كده نشوف هنوصل الدايره دي مع بعض ازاي كده. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما فكيت الكاسيت. شلت انا الغطا اللي فوق وفكيت برضو الغطا اللي تحت لان احنا هنحتاج نشتغل برضو في الاتجاه التاني من البوردة. ودي طبعا مكنة الشرايط هنفكها طبعا لان احنا مش هنستخدمها. نخلع الفيش. ده هنا الكابل ده المسؤول عن إشارة الصوت اللي بتبقى خارجة من الهيد بتاع الشرايط. وده طبعا كابل الباور اللي بيشغل الموتور. وإشارة الانيبل اللي هي بتحول من الراديو للشرايط. فطبعا احنا مش هنحتاج المكنة هنا في حاجة. طبعا في طرق كتير قوي على النت ان في ناس بتوصل قبل الاي سي الهيد عشان يمنع الشوشرة هنا. طبعا يعني ايه مع احترامي للناس كلها انا بلغي الراديو خالص بشتغل عليه. لان لما نيجي نشغل اي كاسيت بيبقى شغال الستاندرد على الراديو. وطبعا الجهاز هنا اللي هو القديم زي نظام الشرايط مفهوش زرار ان هو يحول بين الراديو والكاسيت. الاشاره بتبقى اوتوماتيك اول ما بتحط شريط في الجهاز بيحول على الشرايط على طول. فطبعا احنا هنا هنشتغل الستاندرد على الراديو. والراديو هنا طبعا بيجي له تغذيه. وعشان نلغي الراديو لازم نلغي التغذيه بتاعته خالص بحيث ان احنا اول ما نشغل الكاسيت يبقى شغلنا كله هيبقى على اي سي الصوت. قبل اي حاجه هنوصل باور للجهاز ونشوف تغذيه الكاسيت فين ونفصلها مع بعض. وهنجيب السماعه برضو نوصلها. وضروري تبقى تعزل السلوك بتاعتك عشان ما يحصلش اي تلميس يعمل معاك مشكله. حاجه كده بس مؤقتا على ما نخلص. هنشغل كده بسم الله.
كاسة تشتغل يا شباب. زي ما انتوا كده سامعين صوت الراديو شغال. هنقلب البوردة الناحية التانية هنا. نجيب المالتيمتر بتاعنا. طبعا التونر هنا زي ما انتم شايفين كده، التغذية بتاعته بتبقى من الرجول اللي تحت دي. هنقيس عليها كده ونشوف الفولت على انهي رجل فيهم. في هنا 8 فولت. المفروض نلاقي رجل تاني عليها نفس الفولت هنا. اهو الرجل دي والرجل دي. لو مشينا مع الخط ده هنلاقيه جاي هنا عند المقاومة صفرية هنا. مش عارف هي واضحة لكم ولا لأ. اهي المقاومة اهي، التغذية جاية من على المقاومة ورايحة للبن التاني ده، وماشي الخط مكمل رايح للبن التاني اللي احنا قسنا عليه هنا. طبعا احنا المقاومة دي هنلغيها خالص عشان نقطع التغذية للتونر خالص. نفصل كده باور. انتوا كده سامعين صوت الراديو اهو. خلعت هنا المقاومة اهو يا شباب. اهو مكان المقاومة اهو خلعته. هنوصل كده ونعيد القياس تاني مع بعض. الجهاز اشتغل اهو. بصوا لما اعلي كده الصوت فصل خالص التونر اهو. ده هنا طرف المقاومة 9 فولت اهو يا شباب. نيجي نقيس هنا على تاني رجل اللي كان عليها التغذية، مفيش اهي. والرجل التانية هنا برضو مفيش خالص اهو. كده تمام. المرحلة التانية طبعا ده اي سي صوت 73 77. فاحنا هنشوف لو شوفنا الداتا شيت بتاعته بتبقى الرجل 3 و4 والرجل 11 و12 اللي هم بتوع اشارة الصوت. احنا مش هنوصل عليهم، هنوصل على اشارة الصوت اللي هي خارجة من اي سي التونر نفسه. بتبقى متفلترة عشان ما تعملش شوشرة يعني في السماعات. هنشغل كده الكاسيت وهو شغال معانا واحنا كده موصلين السماعات. هنعلي الصوت بس شوية ونشوف التكبير فين هنا عند التونر. طبعا بنجيب اي جزء معدن زي ده وبنلمس كده لحد ما نلاقي فيه تكبير في السماعات. في تكبير هنا اهو، مش عارف سامعين ولا لا. نعلي شويه. هنشوف التكبير تاني كده مع بعض. زي ما انتم سامعين كده يا شباب اهو.
يبقى البنين دول اللي احنا هنوصل عليهم اشارة الصوت بتاعة المديول. ده طبعا المديول اهو، طبعا احنا كلنا عارفينه، بيجي معاه الريموت، وبيجي معاه الوصلات بتاعته، وصلة الباور والوصلة بتاعة الصوت. نوصل كده. دي الحمرة دي بتبقى الانتنة بتاعت الراديو، وعندنا هنا 3 كابلات. اللي في النص ده بيبقى الجي ان دي اللي هو الارضي، واللي على اليمين ال وعلى الشمال ده الار. الكابلين بتوع اشارة الصوت دول هنوصلهم في البنين بتوع التكبير اللي هم لقيناهم في البوردة من تحت عند التونر. نزود بس الزير كده. كده احنا وصلنا مدخل الصوت. دلوقتي المفروض ان احنا هنوصل تغذية للموديول. طبعا الموديول ده بيشتغل 12، وممكن تشغله 5 فولت برضو، بس هو عليه هنا منظم جهد 7805، فطبعا احنا هنشغله 12. لو عايز تشغله 5 فولت على طول هتلغي طبعا منظم الجهد، وتوصل بين الرجل 1 والرجل 2 على طول لو انت تشغله 5 فولت يعني. وبالنسبه لموضوع التغذيه في الموديول هنا، احنا الجهاز معانا اول ما بنوصله ما بيفتحش الا لما بشغل من زرار الباور. يبقى انا المفروض اشغل بعد زرار الباور، يعني بحيث ان الموديول ما يشتغلش الا بعد مرحله التشغيل. ما ينفعش اول ما العميل يوصله الموديول يشتغل، لازم يقفل ويفتح مع الكاسيت. وطبعا عشان نحل المشكله ديت لازم نشوف فولت بيخرج بعد عمليه التشغيل، والفولت اللي هو هيخرج بعد عملية التشغيل طبعا هناخد من الفولت اللي هو كان خارج للتونر اللي احنا لغيناه. هنغذي بيه هنا الموديول بتاعنا. هنوصل كده باور. نحاول نشوف الفولت اللي هنا رايح للموديول، للتونر عفوا. لا مش ده. بصوا هنا يا شباب، في هنا يعني حوالي 12 فولت والجهاز مقفول. المفروض ان احنا نفتح كده الاول ونشوف الفولت اهو يا شباب. 9 فولت اللي كانوا رايحين للتونر اهو. لو فصلنا كده نيجي نقيسهم تاني، المفروض ما نلاقيهمش يكونوا فصلوا. تمام. يبقى الموديول بتاعنا نوصله على الجمبر ده. وصلنا الموجب، هنوصل السالب برضو، نشوف اي جمبر هنا هيكون ارضي.
الجمبر ده هنوصل عليه الارض بتاع المديول. كده احنا وصلنا اشارات الصوت وباور المديول. هنجرب كده ان شاء الله مع بعض. بسم الله. نشغل كده مزرعة التشغيل. معلش انا مكنتش لسه شغلت. تمام. نفصل كده زي ما انتم شايفين كده يا شباب. الموديول هيشتغل معانا مع فتح وقفل الكاسيت زي ما انتم شايفين كده. اشتغل الحمد لله. هنجيب فلاشة كده ان شاء الله ونجرب. USB driver mode. زي ما انتم شايفين كده يا شباب. الحمد لله الجهاز اشتغل ومفيش اي شوشرة ولا زنة في السماعات. Bluetooth mode. الحمد لله مفيش اي زنة ولا اي حاجة في السماعات. عشان كده انا ببعد عن اي سي الهيد لان اوقات بيعمل شوشرة لما تيجي تعلي الصوت. فطبعا ان شاء الله انا هقفل الكاسيت وهركب الموديول ده ان شاء الله هنا في الوش هنا من قدام بطريقة برضو شيك بحيث برضو المنظر يبقى ظريف يعني. هقفله كده واظبط الوصلات ديت واوريكم النتيجة النهائية ان شاء الله. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما قفلت الموديول. قفلناه كده بشياكة اهو. شغل كده ان شاء الله ونجرب. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده يا شباب الحمد لله الجهاز شغال تمام. نجرب الفلاشة تاني كده. USB driver mode. نجرب Bluetooth كده. mode. FM mode. Line mode. زي ما انتم شايفين كده يا شباب الحمد لله الجهاز خلصناه على خير اهوت. وشفنا الطريقة ازاي نوصل الموديول بطريقة احترافية يعني. يا رب نكون استفدنا من الحلقة وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.